ازاي انتقل من حاله اللي هي عدم تنظيم الوقت والهلهليه الى ان انا اكون شخص منظم للوقت؟ هل ده هتحتاج وقت كتير مني؟ هل هي مساله صعبه محتاجه تدريب او تمرين؟ محتاجه تدريب وتمرين، بس مش مساله صعبه. اسال نفسك سؤال واحد بس: هو انا عايز ايه من الدنيا دي؟ هو انا عايز ايه من الحياه دي؟ واكتر واحد يكون مش راضي عن نفسه ومش مبسوط في الحياه هو اللي ما بيعرفش يجاوب السؤال ده. لانه بالمناسبه لو حقق اي نجاح، يعني انت عايز فلوس؟ لا مش عايز فلوس، هو مش عارف هو عايز ايه. فلازم الانسان يبدا اول خطوه يقعد مع نفسه لوحده بورقه وقلم ويسال نفسه: انا عايز ايه من الدنيا دي؟ انا دلوقتي عندي 20 سنه، عايز اما يبقى عندي 30 سنه ابقى عامل ازاي؟ اكون فين؟ اكون بشتغل ايه وباخد كام وعايش في انهي منطقه وبتصرف في الحياه ازاي؟ ولما يكون عندي 40 سنه هبقى شايف نفسي ازاي؟ واكتب الكلام ده وارسمه، وابدا اسال نفسك: طيب انا عشان اوصل لده المفروض اشتغل على وقتي ازاي؟ شوف يا فندم، اي حاجه في الدنيا بيكون ليها اهميه لما بيكون ليها دور. يعني انا لو جبت واحد قعدته في الصحراء وجبت له احدث عربيه وافخم عربيه سباق والارض حواليه رمله، ما تقدرش العربيه تنقله من مكان لمكان، هيبقى ساعتها الجمل افيد من العربيه الغاليه جدا دي. صح. ليه؟ لانها تنقله. فانا عمري ما هفكر استخدم وقتي وعمري ما هفكر اطور حياتي الا لما ابقى عارف اصلا انا عايش ليه. عارف كويس قوي ان انا لو نمت النهارده 3 4 ساعات زياده غلط، لان كان المفروض اعمل 1 2 3، وده كان هيبسطني لان بيقربني من اللي انا عاوزه، وده كان هيبسطني لاني هكون سعيد في الحياه اكتر. لكن لو انا مش عارف انا عايز ايه وهديني بقضي الوقت وبقضي اليوم زي ستات البيوت، غلطه كبيره جدا بيغلطوها ان هي ما عندهاش نظام في حياتها. هي متخيله ان كل مهمتها في الحياه انها تطبخ لاولادها وزوجها، وان هي بس ترتب البيت بس كده. يعني ده دورك في البيت، مفيش حاجه تانية تعمليها. مش ممكن تقري في اساليب التربيه، مش ممكن تطوري حاجات، مش ممكن تشتغلي شغل جنب وجودك في البيت يجيب عائد للبيت، اللي هو الشغل بالكروشيه بالتريكو باي حاجه وجبات تانية جاهزه، اي حاجه. فقط انت دورك ان انت تصحي من النوم الساعه 1 عشان تلحقي الاولاد على ما يجوا تعملي لهم اكل وترتبي البيت. وما يخلي بالك، لو انا ما عملتش انجازات في حياتي كويس انا ما بكونش راضي عن نفسي. دي مشكله كبيره جدا. عشان الانسان يرضى عن نفسه لازم يحس انه بيعمل حاجه، انه ليه لازمه، انه قام النهارده عمل 1 2 3 4. لكن انا قمت النهارده طول اليوم بس طبخت ورتبت البيت، بس رحت الشغل ورجعت من الشغل نمت، ما عملتش حاجه تانية، ما اتعلمتش حاجه، طب ما سمعتش حاجه مختلفه، طب حتى ما قعدتش مع صحابي عملت حاجه جديده. لا، ما بعملش كده.